يوم 25/5/2025 احفظ التاريخ ده كويس وبعده ب3 ايام لانهم مش هيعدوا زي اي ايام عاديه. بعض العلماء بيقولوا حاجات غريبه جدا ممكن تحصل خلال الايام دي، ومنها زي ان الانترنت هيقطع من العالم كله. وفي خلال الساعات الاخيره ناس كتير اشتكت من ضعف الانترنت، واللي بيقولوه ده مش عطل، لا ده انقطاع كامل، مش هتعرف تبعت ولا تستقبل ولا حتى تفتح كشاف موبايل. والعلماء بيقولوا ان في احداث كونيه غريبه ممكن تحصل جدا خلال الايام الجايه، ومنها ان ممكن السما تنور بلون بنفسجي غريب، لون عمرك ما شفته قبل كده. وبيقولوا كمان ان في دايره عملاقه بتنور هتظهر ومكانها فوق الاهرامات، اللي هيبص للدايره دي لمده اكتر من 6 ثواني ممكن يتعمي. العلماء طبعا مش هيعرفوا يفسروا ايه اللي بيحصل بالظبط، بس اللي هيتاكدوا منه ان دي مش ظاهره طبيعيه ولا فلكيه، لا دي بدايه النهايه. بيقولوا ان في يوم 26/5/2025 من اليوم التاني للاحداث الشمس مش هتطلع 3 ايام، الدنيا هتبقى ضلمه. وبيقولوا ان الضلمه مش هتبقى بس ظلام، لا ده بيقولوا ان في حاجات غريبه ممكن تظهر في السماء. وبيقولوا ان اليوم التالت ممكن الواقع يتقسم لجزئين، نص لسه عايش ونص تاني محبوس في عالم تاني. لو انت من الناس اللي مصدقه الحاجات دي تعالى اقولك ان الكلام ده ملوش اي اساس. اليوم اللي المفروض الزمن هيقف فيه وهو 25/5/2025 عدى. ما تصدقش اي حاجه لمجرد ان هي طلعت ترند وناس كتيره بقت تتكلم عنها. انا وليد صفوت وده برنامج كيميتاوي.